الفيديو ده هيساعدك انك تزود فرص قبولك في المنح بنسبة 40%، وكل ده بورقة واحدة بس، وهي خطاب النية او الموتيفيشن ليتر. فلو انت مهتم بالمنح وعايز تزود فرص قبولك في المنح بطريقة سهلة جدا، كمل الفيديو للآخر. اهلا بيك، انا عبد الرحمن ابراهيم، والقناة دي بتساعدك انك تحصل على المنحة اللي انت عايزها، وبتعرفك اسرار واساسيات القبول في المنح. المهم خلينا في موضوعنا وهو خطاب النية. عايز اقول لحضراتكم ان خطاب النية سهل جدا جدا. هو عبارة عن 5 اسئلة لازم تجاوب عليهم انت. ايوه زي ما سمعت، انت اللي هتجاوب عليهم، مفيش حد هيجاوب لك عليهم، لان زي ما هو باين من اسمه خطاب نية، يعني بيظهر نيتك للتقديم، يعني بتقدم ليه من الاخر. في نقطة مهمة لازم حضراتكم تعرفوها، وهي ان لو المنحة مش كاتبة مواصفات لخطاب النية، فالخطاب بيكون عبارة عن 5 اسئلة. هقولهم لحضراتكم بعد ما نخلص النقطة دي على طول. انا حبيت اوضح النقطة دي دلوقتي علشان لو دماغك عمالة تقولك ايه هما ال5 اسئلة، فما تقلقش هتعرفهم بعد النقطة دي على طول. المهم زي ما قلنا، لو المنحة مش محددة شروط لكتابة الخطاب، في 5 اسئلة هتجاوب عليهم وخلاص. ولكن اغلب المنح بيكونوا طالبين خطابين نية، فانت هتقولي ايه التشتت ده بقى؟ انا كده مش فاهم حاجة. بص، اولا كده هم نفس ال5 اسئلة اللي هتجاوب عليهم، مفيش اختلاف نهائي. يعني ال5 اسئلة اللي انت كنت هتجاوب عليهم في خطاب واحد، هم نفس ال5 اسئلة اللي انت هتجاوب عليهم في الخطابين. ده طبعا على حسب المنحة زي ما قلت لك، طالبة خطاب واحد ولا خطابين. ولكن المنح اللي بتبقى طالبة خطابين نية بتقسم ال5 اسئلة على نقطتين، يعني انت تجاوب عليهم في ورقتين، فعادي مفيش مشكلة. اهم حاجة انهم نفس الاسئلة. ولكن عايز انبهك لنقطة مهمة جدا، اكتر من 80% من المنح بتكون كاتبالك الاسئلة اللي المفروض تجاوب عليهم في الخطاب. مثلا الورقتين اللي بيكونوا جايبينهم في الابليكيشن بيقولك تجاوب على كام سؤال هنا وكام سؤال هنا، بيكونوا محددين الاسئلة اللي هتجاوب عليها في كل خطاب وكاتبينهم. ولكن زي ما هو باين، في 20% من المنح ما بتكتبش الاسئلة اللي انت المفروض تجاوب عليهم. فانت هتعمل ايه؟ بص يا سيدي، بالنسبة للمنح اللي بيكونوا طالبين خطاب واحد، ده سهل مش محتاج تفكير كتير، لانك هتكتب ال5 اسئلة اللي هقولك عليهم دلوقتي زي ما قلت لك يعني. طب لو المنحة طالبة خطابين، ده بقى يا سيدي هينقسم لنقطتين. اول نقطة بيكون المنحة مقسمة ال5 اسئلة على الورقتين، وكاتبالك الاسئلة وانت تجاوب عليهم على طول. وطبعا دي ما فيهاش مشكلة، انت بعد ما تعرف ال5 اسئلة هتحلهم وخلاص. ولكن ما انكرش ان في بعض المنح ما بتكتبش الاسئله اللي المفروض انت تجاوب عليهم. فانت هتقول لي اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ انا هقول لك تعمل ايه، بس بعد ما اعرفك الاول ايه هم ال5 اسئله اللي المفروض تجاوب عليهم. بس عايزك تكون فاكر النقطه دي، ما تنساش هنجاوب عليها بعد ما نعرف الاسئله. اول سؤال معانا وهو سبب اختيارك لمجال دراستك، يعني ليه اخترت المجال ده بالذات. تاني سؤال معانا الاعمال التطوعيه والانشطه اللي انت شاركت فيها يعني. تالت سؤال معانا اهدافك ايه بعد التخرج. رابع سؤال ايه السبب اللي يخليك مرشح قوي للمنحة. من الاخر ليه نختارك انت عن كل اللي بيقدموا معاك، مش معنى انت يعني. خامس سؤال سبب اختيارك لدراسة هذا المجال في هذه الدولة، يعني ليه اخترت انك تدرس المجال ده اللي انت هتختاره يعني في الدولة دي. المهم بعد ما عرفنا ال5 اسئلة، وقبل ما اعرفك ازاي تقدر تجاوب على كل سؤال على حدة، هنرجع الاول للنقطة اللي وقفنا عندها. فاكر ولا لأ؟ طب افكرك، انا لما قلنا ان بعض المنح بتطلب خطابين نية وما بيكونوش محددين ايه الاسئلة اللي هنجاوب عليهم في كل ورقة، افتكرت ولا لا؟ المهم بتكون ورقة اسمها خطاب النية، والورقة التانية اسمها الخطاب الشخصي. وفي خطاب النية بتجاوب على 3 اسئلة بس، وانت لو خدت بالك هو اسمه خطاب نية، يعني بيظهر نيتك ايه للتقديم. المهم اول سؤال معانا في خطاب النية، انت اخترت التخصص ده ليه؟ وتاني سؤال سبب اختيارك لدراسة هذا المجال في هذه الدولة. وتالت سؤال الاعمال التطوعية والانشطة. هم دول ال3 اسئلة اللي هتجاوب عليهم في اول ورقة اللي هي اسمها خطاب النية. بالنسبة لتاني ورقة معانا اللي اسمها الخطاب الشخصي، هتجاوب على اخر سؤالين، وهم اهدافك ايه بعد التخرج، والسؤال التاني ايه السبب اللي يخليك مرشح قوي للمنحة. ولو خدت بالك اسمه خطاب شخصي لانه بيجاوب على اسئلة شخصية عنك انت. واكيد طبعا انت خدت بالك انهم نفس ال5 اسئلة ان كانت المنحة طالبة خطاب واحد او خطابين.
المهم بعد ما خلصنا النقطة دي هننتقل لنقطة مهمة، وهي اكتب الخطاب ازاي. بص احنا هنمسك سؤال سؤال وهنوضح كام نقطة كده هتساعدك في الكتابة. بالنسبة لأول سؤال واللي هو سبب اختيارك لمجال دراستك، بص ايا كان المجال اللي انت هتختاره ايه، وليكن على سبيل المثال هتختار مجال إدارة الأعمال، ده كمثال بس علشان نشرح عليه. المهم هتبدأ تقول أنا اشتغلت من صغري واكتسبت العديد من الخبرات وتعلمت أشياء كتيرة بسبب تعاملي مع العديد من الأشخاص، وهذا ساعدني كثيرا وغير من طريقة تفكيري وجعلني أكتشف أنني شخص قائد وقادر على إدارة حياتي، واستطعت أن أدير عدة أشياء داخل مجال عملي ونجحت فيها. لذلك أنا متأكد أن أنا شخص إداري وقائد على إدارة أي شيء في حياتي. فالأسئلة دي ملهاش طريقة معينة، اكتب بطريقتك أنت وأفكارك أنت، أنا بس بحاول أشرح لك وأفهمك بأي مثال علشان تفهم بس. تاني سؤال الأعمال التطوعية والأنشطة، وحاول وانت بتجاوب على الأسئلة تخلي القفلة بتاعة السؤال الأول ليها علاقة ببداية السؤال التاني، وهكذا بقى. حسسه انه بيقرأ قصة وخليه يتسلى ويكون عنده فضول للسؤال اللي بعديه. المهم حاول تكتب الأنشطة التطوعية اللي انت شاركت فيها، ولو مش عندك أنشطة تطوعية حاول تفكر في أي عمل خيري انت عملته واكتبه. بالنسبة لتالت سؤال معانا أهدافك ايه بعد التخرج، حاول تكتب أهداف واقعية، يعني ما تكتبش هكون أغنى رجل أعمال وكل الهري ده، لا، اكتب مثلا حصولي على المنحة هيساعدني يكون معايا شهادة قوية من جامعة قوية ومرموقة، وبالتالي هقدر اشتغل وهكسب راتب قوي. وخد بالك انك لازم تعرفه ان انت هتشتغل في بلدك، اوعى تقوله انك هتشتغل هناك، اوعى، حتى لو انت ناوي تشتغل هناك اوعى تعرفه، لان ده هيكون سبب رفضك على طول. لازم تحسسه انك هترجع بلدك وعندك انتماء لبلدك. وبرضو انا فهمتك السؤال ده بيتكتب ازاي وانت اكتب بطريقتك انت. رابع سؤال معانا السبب اللي يجعلك مرشح قوي للمنحة، اكتب مثلا ان لغتي الانجليزية قوية جدا وبالتالي لن اجد صعوبة في الدراسة. المهم بعد ما تكتب له ان لغتك الانجليزية قوية وبالتالي مش هتلاقي صعوبة في الدراسة هناك، اقعد بقى اكتب له مثلا انا شخص متفوق جدا في دراستي وبالتالي ده اكبر سبب يخليني متفوق في كليتي. مثلا عندي قدرة قوية جدا على التأقلم، والدليل اني اشتغلت في اماكن كتيرة وتأقلمت مع كل ضغوطات الشغل والصعوبات اللي واجهتني هناك وكل الهري ده بقى. المهم خامس سؤال معانا والاخير وهو سبب اختيارك لدراسة هذا المجال في هذه الدولة. مثلا قول له لان هذه الدولة بتقبل عدد كبير جدا من الطلاب سنويا من جميع دول العالم، وده اكبر سبب انها دولة امنة للعيش فيها وان جودة التعليم عالية في هذه الدولة. وافضل امدح شويه مدح زائف وخلاص على كده. وطبعا انت اكيد خدت بالك ان قد ايه الموضوع سهل مش معقد زي ما كل الناس بتقول. المهم عايز اعرف حضراتكم ان بعد الفيديو ده في فيديو هينزل عن اسرار هتساعدك انك تكتب خطاب نية احترافي جدا، هينزل ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول علشان مش عايزين نطول الفيديو عن كده. واخيرا وليس اخرا اي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتبوا لي في التعليقات، وشوفوا حضراتكم عايزين الفيديو الجاي عن ايه واكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وسلام.